القضية الثانية قضية الثأر، فشعارات يا لثارات الله يا لثارات الحسين ونحوها، شعارات بحاجة إلى المراجعة الشرعية. فأنت ممن تثأر؟ بجنبك شخص يتصورك أنت وأنت فعلا تقول في بعض، مثل ما قالت هذا، قال هذول خطية بها نساء، قال لا هذول سنة دواعش. يعني هذا لما تسوي الثار معناته تهيج غيرك. فيا جماعة كيف تكون المصالحة إذا كانت هذه العبارات تكتب على صدور الجنود؟ هذا الجندي وطني للكل، هو هذا جيش الشعب. إذا كان يحمل فكرة حقد وثار فأنا كيف آمنه؟ ولهذا كثرت المشاكل، والناس الآن تطالب نريد قانون الحرس الوطني، لأن هذا يحمل حاط على زنده يا ثارة الحسين مدى يرحمني. فاعملوا لهم في محافظاتهم يحموهم، لأن أنت ما مؤتمن على حفظه، أنت لا تملك